بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب. اليوم 3/8/24. عندنا مشكلة بهاي السوناتا، اللي هي مشكلة انه هذا السويتش وقف، صار بيه يعني اكو مقطعين بعد لازم تتابعهن. يلا تعرف شنو المشكلة بالضبط، بس انه السويتش هذا ما يفتح، يعني ما يفتح هيك اول طقة. واحمد ربك اذا بس على اول طقة. شوفون هاي الطقات، هاي اللوك 2 3 وستارت، فاول طقة هو جاي يفتح عليها بس اول واحدة. اوكي تمام. فاذا صارت عندك هاي المشكلة وصار ما يفتر كامل، يعني لا يفتح نار، اوكي، اذا صارت هاي المشكلة هاي حلها بسيط ومعقد، تقدر انت تصلحها. مشكلة شنو؟ انه السويتش هذا اللي بداخله هذا اكو قطع داخلية هنا تدخل، مسننات ناعمة شلون النحاسية، اللي هي تقرا هذا الشفرة مالت السويتش جوا، فتفتح لك السويتش. هاي مرات تتعب او تتآكل، فتصير عندك هاي المشكلة. اوكي، فانت هنا مثلا نفترض انه انت بطريق بعيد وصار عندك هاي المشكلة، شلون تحلها؟ تقدر انت تحلها، انت حتى لو مو كهربائي انت تحلها. راح اعطيك خطوة بخطوة. طبعا سيارة مفسخة اني مجهزها، بس على مود اوصل لك الفكرة. اول ما تجي تفتح الاير باك، طبعا يفضل انه ترفع الروس الباتري، يفضل تجيب اي درنفيس ناعم مثل هذا، مسمار صغير، اي حديدة عادية، تدخلها وين؟ تدخلها بهاي الفتحات. شوفها، هاي فتحة وهاي فتحة من جوا، 3 هن، وهذه انا ما راح ادخل بيها لان هذه الستيرن فاتحة. على مود ابين لك شلون تفتح الستيرن. العفو. فهسه نشوف هاي الفتحة اللي من جوا، اللي هي هذه. شوف اكو بنطة صغيرة جوا، من نضغطها راح يرتفع، الاير باك. هاي مفتوحة الظاهر. نجعلها هذه من هاي الجهة، اللي هي هذه. راح تسمع صوت طقة بالاير باك. سمعتوها؟ طلع الاير باك. العفو، شوية تصوير سيء. طلع الاير باك. من يطلع الاير باك ايش راح تلقى بيه؟ تلقى بيه على كيفك، مو سهلة هيك، على كيفك تفتحها. تجي من هاي المكان هيك من هنا، راح تلقى شريط ستيرن. انا شايله شريط ستيرن، وتلقى هذه فيشه راكبه هنا مالت الهورن هنا. انت ايش ضغطت جوا؟ من دخلنا الدرنفيس احنا سوينا. شوف هاي البنط، هاي الناعمه، هاي هي ضغطناها هيك، هذه انضغطت هيك. مقاطع شارحين شلون تفتح الستيرن الاير باك، العفو، فما اريد ادوخك. اوكي، تجي للستيرن هنا، تفتح هذا ما ينفتح بهالسهوله. بالويل سبان اللي عندك ال 21 تقدر تفتحه هذا. اوكي تمام. هذا البرغة تفتحه، انتهى. على كيفك ذن الوايرات ترفعهن طبعا 2. هذا عندك مال حساسات، وهذا مال هورن، واكو واير مال اير باك. وتحفظ شكل الستيرن، حاول قدر الممكن ان توزن الستيرن وتسحب الستيرن بهالشكل هذا. على كيفك تطلع. طبعا هنا اكو اير باك، الشريط مال الستيرن مال اير باك انا شايله، عوفه على صفحه. اوكي، راح تلقى هاي البرغين وهاي القاعده السوداء هنا، تفتحها برغين توقع عندك القاعده السوداء. تمام. هذا السويتش شلون فتحه؟ طبعا هذا فتحه صعب، ما ينفتح وياك. شلون؟ هذه ما تطلع لان البراغي مالتها من فوق يعني عباره عن برغي مسح، ما تنحل وتطلع هاي الجوزه كلها، فانت راح تضطر تطلع بس هاي القطعه نص. هذا شلون تفتحه؟ بعد ما ترفع هاي لفوق، هاي هم برغيين، هنا واحد وهنا واحد، هذه، وتفتح الفيش مالت الخلفيه، فيشه سحب، تسحب هذه التقسيمات مال الماسحات والهورن والعفو واللايت. انتهينا، طلعتها. انا فاتحها بس ما اريد اطول الفيديو. طبعا لازم السويتش على اول طقه، لازم اول طقه يشتغل عندك، لان اول طقه اذا ماكو اول طقه راح تتعب. اكو برغي هنا تفتحه تطلع بيه هذا الحساس، هذا السحبه، هذا اهم حساس، هذا دير بالك عليه، يعني هذا هو روح السياره. الام بلايزر كله يشتغل هنا. تفتح الفيشه، اوكي، وهذا حساس ثاني اللي هو هذا الابيض، هذا يعرف ان السويتش داخل السياره لو خارج السياره. شوف هسه السياره ليش تسوي هذا الصوت، تفتهم ان السويتش داخل السياره لو خارج السياره. تمام. هسه انا فاتح باب طبعا، بس هو هذا الحساس يقرا ان السويتش، عفوا،
ان السويتش داخل السياره ولا لا. هاي فيشه من هنا تفتحها، اكو بنطه هنا صغيره هياها اذا واضحه. هاي شوف هاي بيش تضغطها، اما تجيب درنفيس او برغي قوي تضغطها. شوفوا شلون تنزل وياي هيك تضغطها. شوفوا بس لازم على اول طقه. طبعا اذا ما كان السويتش ياخذ اول طقه راح يتعبك ما تطلع هاي القطعه. اذا كان السويتش مو هاي اول طقه شوفوها راح تتعب حيل. فاذا هيجي شوف هسه من دخله بالبنطه ما تمشي البنطه قويه، بينما نطقه اول طقه كانما هناك دائره هلاليه بالضبط. شوفوا شوف ايش قاعد يدخل. هذا تدخلها للاخير وتسحب هاي القطعه. راح تجي وياك هاي القطعه. اكو مقطع ثاني انا ناشر لك هاي القطعه شنو بداخلها وشلون تفسخها وشلون تلغي الشفرات مالت السويتش اللي هي هاي اللي هنا. تمام. هسه راح يجي واحد ذكي طبعا يقول انت خربت. شلون نشغل هالسياره في حال انه وصلت انت لهنا؟ هذا الايموبلايزر اللي هنا القراءه اللي يقرا الحساس، بس تخلي السويتش بهذا المكان واكو قطعه حديده جوا تقدر من داخلها هذا تخليه هنا هيجي. اوكي. واكو قطعه حديده طبعا لازم هذا هنا هيجي، واكو قطعه حديده من هنا تفرها بشلابتين والشغل كانما شغل بشلابتين. اشتغلت السياره انه بالسويتش ذبه. هذا خليه عادي. هذا فكرته بس اول تشغيل، بس اول تشغيل سكيورتي يقرا انه السياره موجود بيها سويتش لا مو موجود فقط وينتهي عمله. اوكي. فسختها هنا سحبتها هذه انه برجع غراضك شغل سيارتك وروح. تمام. راح يجي واحد يقول ذكي انت هسه لغيت نظام الحمايه بالسياره والسياره ممكن راح تشتغل باي سويتش. راح تصير تدير باي سويتش بس ما تشتغل باي سويتش. تدير باي سويتش. شوف كل سياره سويتش مثل هذه سوناتا اوبتيما ياباني امريكي بيها 3 انظمه حمايه اللي هو الابواب الخارجيه اللي هو هذا القفل وهذا ممكن تتجاوزه بسهوله. والبارحه قبل 3 ايام ضبط انا فتحت بيك اب 2007 المفتاح بداخله دخلت لها سيمه منه هيجي. طبعا هذا بالكوري شويه صعب بس بالياباني ممكن 2007 وضغطت هنا بسيمه حديده قويه وفتحت الاقفال مال البيبان هنا. اوكي تمام. على العموم المرحله الثانيه انه هذه اذا لغيته اللي هو هذا النظام الحمايه الثاني انه صارت هسه تشتغل باي سويتش تدير باي سويتش ما تشتغل باي سويتش. النظام الثالث وهو الاساسي اللي مستحيل انه واحد يتجاوزه اللي هو الايموبلايزر اللي هو هذا الحساس. هاي السياره ما تشتغل اذا ما يقرا هذا الحساس هنا. فممكن تكسر الجام وتدخل على السياره وتدخل لك هنا اي مفتاح وتديرها بس تظل تديرها ما تشتغل. لازم هذا الحساس. اوكي. فهذا نرجع الحساس مكانه شد البرغ مالته يجي. طبعا هاي صار 4 ايام مستخدمه السياره وطبيعيه. هاي تجي هنا تخليه تفتح نار صارت احسن من قبل. حلوه صح يوقع السويتش ما يوقع ينسحب ايدك بس صار كلش جوزه خفيفه. خليها طبعا عندهن شويه. هاي السياره اشتغلت وهذا السويتش برا. يجي واحد يقول تقفل، لا ما تقفل، لا تقفل ولا تفتح. ليش؟ لان السياره جاي تقرا السويتش داخلها اشتغلت طبيعي فلا تفتح ولا تقفل. لكن انه انت وفرت على نفسك تبديل جوزه اللي قيمتها تقريبا بالعراق $100. هاي زين اذا حصلتها $100. تمام. فمقطع سريع شويه مو واضح اعذروني لكن اي استفسار انا حاضر وراح اطبقها ان شاء الله. وهاي مشكله السونات اليوم ويانا. مع السلامه تصبحون على خير.